يا رب نكون متجمعين دايما على خير وما يفرقناش الا الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده كده عندنا عزومة حبايب زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى النهارده رقاق، وهنعمل ايه وراك، وهندس رز. حاجة بسيطة خالص، مش محتاجة افتكاسات ولا اي شيء. وما تنسونوش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. طبعا انا كنت مخزنة او كنت حاطة الاربع وراك دولت كده ايه في التلاجة. قلت لكم ايه يمكن نحتاجهم ولا حاجة. جبتهم من الفريزر وجبت عليهم كمان 8 وراك زي ما انتوا شايفين كده. بألف هنا وشفا يا رب العالمين لكل من أكل منه. ومعانا بقى لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين. بوريكم كده ايه الوراك، بسم الله ما شاء الله زي الفل، وألف هنا وشفا يا رب العالمين. وهنعمله بقى ايه صينية رقاق إيه كده ايه يعني معتبرة كده ايه جميلة وزي الفل. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا مش هجيب لكم وانا بغسل بقى الوراك لان قبل كده لسه غسلها معاكم. هنضفها بقى ونشيل الحته الكيلو اللي هنا ديت اللي بتزفر الفراخ، وهوريها لكم. وهنتبلها برضو ايه قبل ما نسقطها في الحل. وهنعمل برضو العصاج، هنبشر البصلة وايه، وهنوريكم برضو كده ايه على طول عشان ما نطولش بقى معاكم الفيديو. كله حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين. الوراك اهو نضفتها وخليتها زي الفل. هنحط عليها شوية دقيق ونعصر عليها ليمونة وطماطماية وشوية ملح. بس كده اهوت لحد ايه ما هنبقى نحط ايه المية. والنهاردة هنغليهم كده اهوت ايه نسلقهم يعني. الوراك مش هتاخد اي حاجة. حاجة بسيطة كده اهوت زي ما انتوا ايه هتشوفوا الفيديو النهاردة. ودايما متجمعين كده اهوت احنا على خير بإذن الله، وما يفرقناش اي حد يا رب العالمين، احنا ولا انتم بإذن الله. النهاردة كده حاجة بسيطة كده. متجمعين الحبايب كلهم مع بعضهم كده اهوت النهاردة عندنا. وربنا يخلي ابوهم يا رب ويخليهولنا كده اهوت. هو دايما مجمعنا كده دايما وسطيه كده اهوت، وربنا يخليهولنا يا رب دنيا واخرة. او زي ما انتوا شايفين هنعمل بقى ايه البصلة في الكبة واوريها لكم. كده زي ما انتوا شايفين عملت البصلة، بس ايه ما طحنتهاش قوي. جبت نص كيلو لحمة، بس لقيت النص كيلو هيبقى شوية على الصينية اللي انا عاملاها. وهيدوبك حطيت ملح وفلفل وورق الغار بس كده هوت، ما كترتش ولا حطيت اي بهارات ولا اي حاجة غير الفلفل والورق الغار بس اللي انا ايه حطيته. هو اللحمة اللي على الصاج مش محتاجة بقى ولا تحطي بهارات لحمة ولا اي حاجة. كده هو زي ما انتوا شايفين. بعد ما عملتها بيني وبينكم لقيت النص كيلو شوية. والصينية صينية انا ايه عاملة في اكبر صينية ايه عندي كده ايه هتشوفوه. زي ما انتوا شايفين انا مش حاطة صلصة طبعا عليها علشان انا هعملها ايه. في الرقاق لما بحط في مكرونة بشاميل صراحة بحط ايه طماطم، لكن هنا انا ما حطيتش الطماطم. شيعت جبت كمان ربع كيلو لحمة عشان تبقى ايه كده حلوة ايه زي ما انتوا ايه هتشوفوا الصينية، لان الصينية ايه طلعت كبير. او زي ما انتوا شايفين كده لازم نعمل ايه حاجة تشرف برضو ايه الموجودين. هنبدأ بقى نحط مية ونسلق الوراك. وطلعت بقى كيسين كده ايه ملوخية. مرضتش ان انا ايه اعمل طبيخ الا الايه الملوخية حاجة بسيطة كده اهوت، وهسيبها في المية لحد ما تفك. غلينا بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين المية، وهنسقط ايه الوراك. مش هجيبها بقى لما اطلع الوراك، مش هجيبها لكم الا ايه في الاخر وانا بحمر. طبعا هي مش محتاجة اي حاجة، ويا دوبك هي تحميرها هيبقى حاجة بسيطة هتشوفوها كده ايه في الاخر. هنحط لها بقى ايه البصلاية وطماطماية وورق الغار وشوية ملح وفلفل بس ايه في المية. غليت بقى الاول او عملت الاول الورق عشان ناخد بقى الشوربة نعمل بيها ايه الرقاق. هنعمل الرقاق صينية الرقاق ونركنها. ومش هيجرى لها اي حاجه طول ما انت عاملاها ومحضراها، علشان خاطر الرقاق محتاج ان هو يتاكل سخن في الاخر ان هو يتعمل.
و... وانت خلاص بتحضري ايه السفرة ايه بتاعتك. اهو زي ما انتوا شايفين كده بعملها، ورحت ايه ركناها صراحة على طول. بس اهم حاجة تكوني طبعا تكوني عملتي ايه الشوربة بتاعتها، او لو انت عندك بقى شوربة ركناها في الفريزر ماشي، هتعمليها برضو وتركني الصينية عشان خاطر ما تبقيش بقى ايه محتاسة كده وانت بتعملي في العزومة، او جالك ناس وتبقي محتارة تعملي ايه وتخلي ايه وتسوي ايه، خصوصا بقى لو انت ايه لوحدك. لا، بتعملي الحاجة وتحضريها وبتركنيها زي ما انتوا شايفين كده. اهوت اللحمة طبعا عشان كنت عاملاها من بدري، لقيتها ايه مسكت كده شوية، مرضيش صراحة اسخنها لان هي كده هتسخن برضو، او ان انا هركن برضو الرقاوة هتبرد، فسبتها برضو كده اهوت للاخر ابقى ايه تتحط ايه في الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انتوا عارفين شايفين الصينية كبيرة، و... وهي يا دوبك كانت عايزة كيلو الا ربع ايه لحم. اهو بسم الله ما شاء الله زي الفل، ربنا يخلي يا رب اللي بياكل وبألف هنا وشفا عليهم يا رب العالمين. اهو زي ما انتوا شايفين كده، عملت طبعا النص الرقاق من تحت، وايه انا بجيب دي بتاخد كيلو، عملت نص فوق ونصها ايه بيبقى ايه على الوش. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هي يا دوبك النص كيلو بيفرد خالص كده اهوت ايه الصينية كلها. اهوت جميلة وبتحلوة وزي الفل وايه. هنعملها واقطعها واروح ايه سايباها للاخر. هنبدأ بقى دلوقتي هنعمل الرز. زي ما انتوا شايفين هنعمل الرز كده ايه على طول. برضو عملت صينية كده كبيرة اهوت. طبعا عندي برضو جبت ايه ازازة اللي هي كيلو ونص، وعندي حوالي اكتر من نص كيلو قشطة زي ما انتوا شايفين. كل ما اجيب اللبن اروح واخده الوش بتاعه واروح ايه شايلاه بحطه كده اهوت، يا اما في فطير يا اما في الرز زي ما انتوا شايفين كده. هما بعملوش سمنة ولا حاجة. هن... هنعمل بقى فيه نخلطه كده هوت على شوية الرز عشان بيدي نكهة حلو وطعم حلو. وسامحوني ان انا بعمل بايديا لان الحركة دي عايزة ايه الايد، وانت بتحسي وبتعملي بكل رزاية ان انت تحطي فيها القشطة بتاعتك. كنت هنا غليت اللبن وحطيته بقى كده ايه على طول. طبعا لازم تجيبي كمية مية برضو عشان خاطر لو حطيت اللبن بس هيبوش الايه هيبوش الرز، فلازم تحطي برضو نسبة مية عشان خاطر يقدر ان هو يشرب مية وايه ويستوي يبقى حلو زي الفل. طبعا انت حاطه له نسبة القشطة وزي الفل ولبن، والمية دي برضو مش هتأثر معاه، ده ديت هتسوي ايه الرز. هنا كده يا دوبك يعني حطيت له كمان شوية وخلاص على كده اهوت، لان عارفة مقدار الصينية دي. اهو زي ما انتوا شايفين ما بنملاش بقى ايه ال- الصينية اوي. طبعا كلها اهوت القشطة واللبن تبقى حلوة وزي العسل. وهوريها لكم وهي برضو ايه في الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هنا الفرشة المكان ما كنت بحط لها الايه السمنة في الايه في قعر الصينية. حطيتها بقى كده من تحت اهو زي ما انتوا شايفين. اهو بحطها تحت وبولع ايه من تحت بس. واول ما بتبدأ بقى كده تعمل الوش بكون ايه مولعة من فوق. هنطلع بقى كده اهوت، هي خلاص كده اتشربت وحلوه وزي الفل، ومش محتاجه بقى ان انا اسقيها فيها ميه ولا حاجه. لا، حطيت بقى ايه الايدام بقى بتاعها، تحط بقى ايه حته سمنه كده حلوه وعليها شويه زيت تخلي الرز بيلمع كده وزي الفل. اهو طبعا الصينيه كانت تقيله مرضتش ان انا اطلعها، سبتها في قلب الفرن كده، وبقيت احط ايه عليها شويه بشويه واروح لفه ايه الصينيه. وسامحوني على التصوير في الفيديو ده لان كان الفيديو التليفون اللي بصور بيه ساعتها كان جايب شاشة فعملت باللي انا بتكلم بيه في التليفون عشان طبعا ان انا ايه اسجل الفيديو. فالكاميرا بتاعته مش مظبوطة قوي زي ايه زي التليفون التاني. اهوت معلش غامقة شوية التصوير، بس الحمد لله انا ايه عرفت ان انا ايه اصور. طبعا صينية الرز حلوة وجميلة وزي الفل اهو زي ما انتم ايه شايفين. بألف ألف هنا وشفا لكل اللي أكل منه. اهو جميلة وزي العسل وزي الفل، والمقدار بتاعها كان حلو ومظبوط. وطبعا الفرن البوتاجاز تعرفين انا بعمل ايه بعمل فيه كل حاجة. اهو زي ما انتم شايفين كده، اهو زي العسل وزي الفل. هنركنها بقى كده اهو ونعمل بقى ايه شوية الملوخية بتوعنا الحلوين. طبعا انا بفكها واسيب الكيس يفك خالص كده في المية. طبعا فرست معاكم قبل كده الملوخية وهي بوريها لكم. بروح حطها في الخلاط
اهو بسيبها تفك خالص واروح حطاها في الخلاط. وما تحطيش عليها ايه ميه سخنه وانت بتحطيها في الخلاط، لان هي بتعوز ان هي حاجه تمشيها معاكي في الخلاط. فبحط لها شويه ميه من الحنفيه، ومحضره بقى التوم بتاعها اهوت زي ما انتوا شايفين كده. بقى ايه كانت محتاجه شويه ميه تمشيها شويه، رحت حاطه شويه ميه من الحنفيه. ما تزودهاش انت بقى ميه سخنه، لا ميه كده من الحنفيه بس، عشان خاطر نمشوا ايه الخلاط. وهوريها لكم برضو جميله وزي الفل وزي العسل، وتخزينها حلو وجميل. بصوا هنا بوريكم من قبل ما ايه ما اعمل لها الطشه بتاعتها، اهو زي ما انتوا شايفين وزي العسل اهيت خالص وخضرة وزي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت، حبيت ايه ان اوريها لكم. وبصوا عن قرب كمان زي الفل. هنا بقى كنت هي هدخل الرقاق يعتبر بقى خلاص في الفرن، ونبدأ ان احنا طبعا أنا ما طلعتش الوراك، قلت الوراك هوريها لكم في الاخر. كده زي ما انتوا شايفين حطيتها قطعتها وحطيتها على وشها سمنة، عشان خاطر لما تحمر تبقى حلوة زي العسل. اهوت زي الفل اهي زي ما انتم ايه شايفين. بروح ايه اقلبها بقى ايه من هنا لهنا. هنا بقى عايزه تحط لها لبن ماشي، عايزه تحط لها شوربه ماشي. انا بحط لها بقى ايه شوربه اهو كده اهوت زي ما انتم شايفين. حطيت لها كوبايه الشوربه كده اهو زي ما انتوا شايفين. بتسقيها، بتحطيها الاول في الفرن شويه الصينيه تجف شويه، وبعدين تروحي ايه مطلعاها بعد كام دقيقه كده، تروح حاطه لها بقى الشوربه او اللبن حسب ما انتي بتعمليها ايه في البيت. طلعتها اهوت وزي الفل وزي القشطه وزي العسل زي ما انتوا شايفين اهو. رقاق جميل وزي الفل ومظبوط كل حاجه فيه، بألف ألف هنا وشفا للي أكل منه. بنحمر بقى هنا كده الوراك عشان اوريها لكم اهو زي ما انتوا شايفين. حمرتهم اهوت وزي الفل، وهطلعهم دلوقتي واوريكم بقى الاكل بتاعنا. بس مش هقدر اوريه لكم وهو محطوط في الاطباق، هوريه لكم وهو كده على ايه على الرخامه. قبل ايه ما نحضر السفره. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. اعذروني عشان خاطر انا ما عبيتش في الاطباق، حبيت اوريكم بس كده قبل ما اعبي ايه في الاطباق واحضر ايه السفرة بتاعتنا. كل حاجة اهي موجودة وعملناها، وعملت الملوخية اهي بعد الطشة اهي بوريها لكم جميلة اهي. بصوا زي الفل ازاي وزي العسل اهيت، ولا هي ساقطة بقى ولا اي حاجة، وخزينها حلو وزي الفل. عايزة اقول لكم ان احنا كان في برضو طبق محشي من اللي احنا كنا عاملينه، حبيت نحطه برضو ايه على السفرة. وده كان يومنا كده النهاردة، ويا رب يكون عجبكم. وعزومة بسيطة على قد ايه على قد الحال. وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.